السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها maximum sub array. يقول لنا given an integer array nums find the sub array with the largest sum and return its sum. دي مسألة مشهورة جدا لما بيدينا array ويعوز السب array اللي ليها أكبر sum. أشهر حل ليها أو أشهر algorithm مقرونة بالنوع المسائل ده اسمها كادانز algorithm أو كادينز algorithm ايا كان اسمه، ممكن نسرش عليها كده. يقول هنا Cadaine's algorithm is an efficient optimization technique used to find the maximum sum of a contiguous subarray within a one-dimensional array of numbers. احنا عندنا البروت فورس بيبقى اننا هنلف على كل الاحتمالات الممكنه. لو عندنا مثلا الاري فيها 10 elements، فالاحتمالات عندنا ان السب اري ممكن هتكون element واحد، ممكن 2 element، ممكن 3، ممكن 4، ممكن ال10 كلهم. الماكسيمم سم اللي ممكن نطلعه لسب اري من الاري الكبيره ممكن نطلع اي عدد من النمبرز، سواء من واحد لغايه عدد النمبرز كلهم. فطبعا البروت فورس هنا هتاخد لفات كتيره جدا. الفكره في كادينز الجوريثم ان بدل ما يبقى عندي الران تايم او اوف ان سكوير ولا او اوف ان تكعيب ولا او اوف ان اس 4، كمان ممكن توصل لحاجات اكتر من كده بكتير. يعني ممكن الري فيها 5 ارقام بس تاخد مثلا 125 لفه على الاقل، او ممكن ازيد كمان. وطبعا 5 elements دي مش رقم، ممكن نوصل لحاجات اكتر من كده بكتير. بيقول النمز اوف لينث، بيقول النمز دوت لينث هنا ممكن توصل ل 10 اس 5. طبعا يعني البروت فورس هنا كامبلمنتيشن حتى احنا هنحط فور لوبس كتير جوه بعض، مش هتظبط خالص. فالفكره هنا ان كادينز الجوريثم بتخلينا نشتغل ب O of n تايم و O of 1 auxiliary space كمان. السبيس اللي هنستخدمها في كل مره، سواء هنلف على 5 elements ولا 50 ولا 100,000، كلها سبيس ثابته، لان احنا نستخدم في كل مره متغيرين بس. وهنا بيقول لنا اللوجيك بتاعها ماشي ازاي. بيقول the underlying insight relies on a greedy local decision. دي واحده من الجريدي algorithms. بيقول as you iterate through the array the maximum sub array sum ending at the current element is either the current element itself or the current element combined with the maximum sub array sum ending at the previous element. يعني الماكسيمم سم اللي انا هحسبه كل مره، الماكسيمم سب اري بتاع كل السب اريز اللي قابلناهم لحد دلوقتي، هيكون يا الاليمنت اللي انا عنده حاليا او الاليمنت ده مجموع عليه السم بتاع الماكسيمم سب اري اللي جمعناه لحد دلوقتي. If the running total of your current sub array drops below zero, keeping it will only decrease the sum of any subsequent elements. Therefore, whenever the running sum becomes negative, you discard the accumulated sequence and reset the running sum to zero to start fresh from the next element. لو السم بتاعنا قل عن الزيرو بنرميه ونبدأ من جديد. وهنا حتى اهو عامل الامبلمنتيشن نفسها سهله خالص. هي الفكره بس في اللوجيك نفسه بتاعها. ده الامبلمنتيشن بتاعها بالبايثون. هو حاطط الماكس سم والكرنت سم، دول المتغيرين اللي هعرفهم في كل مره. ماكس سم بادئ عند اول نمبر، والكرنت سم عند اول نمبر برضه. وعامل فور لوب. الفور لوب دي هي ابديت الكرنت سم والماكس سم كل مره. الكرنت سم ده السم الحالي اللي انا بحسبه حتى الان. الكرنت سم ده زي ما قلنا هنا هو يا النمز اوف اي اللي هو الاليمنت اللي انا عنده حاليا، يا الاليمنت اللي انا عنده حاليا برضه بس مجموع عليه السم اللي انا بجمعه لحد دلوقتي. ده الكرنت سم. الماكس سم بقى ده اللي هيقول لي هل انت قابلت سم اكبر من الماكس سم ولا لا، لان الكرنت سم كل مره بيتحسب بقيمه مختلفه. فانا هشوف لو انا القيمه بتاعتي زادت عن الماكس سم خلي القيمه دي هي الماكس سم الجديده، وهكذا. ممكن نشوف الامبلمنتيشن بتاعتنا في جافا سكريبت. انا حاطط هنا الكرنت سم بزيرو والماكس سم بنيجاتيف انفينيتي. ممكن نعمل زي ما هم عملوا، ده يعتبر نفس الامبلمنتيشن اللي شفناه من شويه في بايثون. او ممكن الامبلمنتيشن بتاعتي يعني هي نفس الحاجه. احنا هنلف على كل الارقام، مش هنبدا من عند نمز اوف زيرو، بس هنخلي الكرنت سم والماكس سم بارقام ديفولت. الكرنت سم هنفترض انه بزيرو، والماكس سم هنفترض انه اقل رقم ممكن، بحيث لما اعمل له ماث دوت ماكس اي رقم هقارنه بالماث دوت ماكس هيطلع هو الماكس الجديد بتاعه، واكمل الحسابات بتاعتي. فيا الطريقه دي يا الطريقه الثانيه دي، كله نفس الحاجه. ممكن نمشي على الطريقه دي ما دام شفناها في بايثون نشوفها في جافا سكريبت برضو، بس ما هيكونش فيها لخبطه او كده. زي ما قلنا الكرنت سم هيكون الماكس ما بين النم اللي انا عنده حاليا، اللي هو النم اوف اي، نمز قصدي، الرقم اللي انا عنده حاليا، ونفس الرقم بس مجموع عليه الكرنت سم. ايا كان فيهم ده الماث دوت ماكس هيبقى هو الكرنت سم الجديد. والماكس سم هيساوي الماكس ما بين الماكس سم والكرنت سم. وبعد كل ده نرجع ماكس سم. نجرب كده نعمل سبميت ران تايم اهو. اسرع حاجه هنا برضو
نفس الكلام بالظبط، مفيش اختلاف قوي. في برضو الديسكربشن هنا كتب لنا حاجه فولو اب، بيقول if you have figured out the O of n solution، ده اللي هو السوليوشن اللي احنا حلينه هنا دلوقتي، try coding another solution using the divide and conquer approach which is more subtle. هو الديفايد اند كونكر هنا تنفع ديفايد اند كونكر زي الميرج سورت كده، اللي هو بنقسم فيه الاري كلها تو اريز، بعدين كل اري تو اريز وهكذا وهكذا، وبعدين في الاخر نجمعهم. حاجه شبه كده ممكن تتعمل هنا، مش هدخل في تفاصيلها. اولا مش فاكرها، ثانيا هي حتى لما كنت دورت فيها الابروتش دي مش اسرع من اللي احنا حلينه هنا، يعني هي اعقد بكتير ومش اسرع، فملهاش لازمه. هو بس بيقول هنا يعني للي حابب، لكن هي في حالتنا هنا مش هتفيدنا في حاجه ان احنا نعمل لها امبلمنتيشن. فبس كده، اتمنى اكون فهمتوا، وشكرا.